بغيتي تحرق الدهون وكدير بزاف ديال الكارديو، ربما غير كتضيع وقتك. باش تفهمني علاش كنهضر غادي نقارن لك بين الكارديو وتمارين المقاومه اللي هما الحديد. الاغلبيه منين كيسمعوا حرق الدهون ولا نقصان الوزن كيمشي بالهم مباشره الكارديو، ولكن واش الكارديو هو احسن حاجه؟ غادي نشوفوا في هذا الفيديو. الكارديو هو واحد المجهود بدني اللي كتستخدم فيه العضلات ديالك وعضلات القلب بشكل اساسي. الوغ باش دير هذا المجهود البدني غادي تحرق واحد العدد ديال السعرات الحراريه اللي كبير مقارنه برفع الاثقال. لكن فاش كندويو على الريزيستنس ترينين اللي هما رفع الاثقال، هنا غندوي لكم على واحد الظاهره كتسمى الافتر بيرن ايفيكت، اللي المعنى ديالها ان الجسم ديالك من نورا رفع الاثقال كيبقى مطلع عليك معدل الحرق واحد الساعتين حتى 3 سوايع باش يعالج الاضرار اللي وقعوا في العضلات ديالك. وكاينين ناس داروا تجارب على ناس تريناو فول بادي بشده طالعه بزاف وبقى عندهم هذا الافتر بيرن ايفيكت 20 ساعه من ورا الحصه. كذلك فاش كندويو على رفع الاثقال فراه كيسبوا لينا البناء العضلي، وفاش كيكونوا عندك عضلات اكثر غتستهلك سعرات حراريه اكثر على طول اليوم. يعني فاش كندويو على اما احسن صراحه ما كاينش جواب، حيت خاصك ضروري تجمع بيناتهم باش توصل لاحسن نتيجه ممكنه. الكارديو غيخدم لك القلب ديالك وغيحسن لك الدوره الدمويه وغيحرق لك شويه ديال السعرات الحراريه اللي غيعاونوك في حرق الدهون، والحديد غيعاونك انك تبني عضلات وهذا الشيء اللي غيزيد من الميتابوليزم ديالك، وكذلك غتستافد من الافتر بيرن ايفيكت اللي قلنا. نتمنى نكون افدت. هن مرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معك يونس.